ما هي الكبائر؟ اول ناخذ عينات، يعني الانسان يراجع نفسه الا تكون فيه، يقول خلاص تاب منها. الشرك بالله الظاهر والخفي، وقد فصلناه من قبل. السحر، في ناس مهتمة بقضية ان يعمل عمل لفلان ويصيب بالعين فلان والعياذ بالله يبرك ولا يقول بتبارك الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني بهذا المنطق. ثم قتل النفس سواء مادي او معنوي. يعني انت ممكن امرأة متغطرسة عنيدة تقتل زوجها وما زال على قيد الحياة، يأكل ويشرب ويتحرك من سوء معاملتها. وقد يقتل رجل زوجته واولاده من عصبيته وجنون عقله وسوء تركيبته وسوء تربيته والعقد التي عنده ليخرجها على الأسرة ويحيل بيتهم الى نار موقدة. هذا قتل. ثم اكل مال اليتيم، اياك ان تاكل، انت من الواجب ان تحن على اليتيم، مش تاكل مال اليتيم، مصيبة. وده انا اكلم الوصي ان كان عم او جد او اي انسان او اخ او غيره، سبحان الله. ثم الكارثة الكبرى التي متفشية فينا قذف المحصنات. الله يرضى عنكم، امسكوا ألسنتكم عن قذف المحصنات، لان هذه كارثة ما بعدها كارثة. يعني سبحان الله. وايضا الاستطالة في عرض اخيك، لا داعي ان تستطيل، انت تستطيل في عرض اخيك لانك شايف ان انت احسن منه، ان انت افضل منه. هذا كبر، ومن كان في قلب مثقال ذرة من كبر فلن يدخل الجنة. طب ليه انت تستطيل في عرض؟ لماذا؟ ثم والعياذ بالله تعاطي الربا او اخذ الربا اخذا او عطاء باي صور من صوره. حتى ذكر في الحديث ان الربا 73 بابا، وان اعلاها، اعلى الربا يعني اربى الربا، اخطر شيء في الربا عرض المؤمن، عرض المسلم خطير. اتقوا الله، امسكوا ألسنتكم عن اعراض الناس، عن اعراض اخوانكم. لا داعي لان تتلذذ بان تنقص من قدره ولا ان تشينه ولا ان تهينه. المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه، بل بالعكس ينصره ويؤيده. اخي يريد ان يصدقني، الاخ ليس الاخ لما يصبح فخ تبقى مصيبة. لا، احنا عايزين الاخ الذي يعني سبحان الله. قيل للاعرابي ماتت زوجتك؟ قال جدد فراشي. قال مات والدك؟ قال عظم اجري. قال مات اخوك؟ قال قصم ظهري. تجيب منين اب وام تانيين عشان يجيبوا لك اخ؟ اتقوا الله، ولاتقي الله انا ايضا. نسأل الله ان يتوب علينا من كبائر الذنوب وصغائرها. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وايه اللي كل شويه ذكر يزيل همك ويرفع كربك ومش عارف، ودعاء يزود رزقك وحاجه مش عارف تعمل لك ايه؟ بطلوا بقى تعلقوا الناس بالخرافات والكلام الفارغ ده. احب اقول لك لو انت مقتنع بالكلام اللي انا لسه قايله دلوقتي يبقى انت واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي اهلا بكم. ما كانتش شتيمة على فكرة. من تمام ايمانك بالله انك تعرف ان الله عز وجل قادر على اي شيء وكل شيء مهما كان الشيء ده معجز او مستحيل. ولو لم تؤمن بده تبقى مصيبة كبيرة في ايمانك. واللي عنده شك ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر على شيء او يظن في الله العجز يقع في الكفر والعياذ بالله. وتعالوا احكي لكم قصة توضح لكم المفروض نفكر في الموضوع ده ازاي. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال لبعض اصحابه انه في يوم من الايام ابليس اجتمع مع اعوانه، وهم قاعدين مع ابليس قالوا يا سيدنا انا نراك تبغض العالم بغضا اشد من بغضك للعابد. انت ليه بتكره العلماء قوي كده وما بتكرهش العباد قدهم مع ان الاتنين خطر علينا؟ فقال لهم تعالوا. خدهم فذهبوا الى احد العباد فاستأذنوا انهم يخشوا عليه، وبقى قالوا له احنا عندنا سؤال. قال لهم اسألوا. فسألوا العابد ده قالوا له يا فلان هل يستطيع ربك ان يجمع الدنيا في جوف بيضة؟ يقدر ربنا سبحانه وتعالى جوه بيضة يجمع الدنيا كلها؟ فالراجل العابد ده استعجب واستغرب وسأل قال
كيف ذلك؟ لا أدري. الراجل هنا رغم أنه عابد لكنه مش عالم عن ربنا سبحانه وتعالى، فظن في ربنا سبحانه وتعالى النقص وعدم القدرة. فإبليس بص لهم وقال لهم أترونه كفر من حيث لا يدري؟ قال لهم اللي حصل دلوقتي ده كفر لأنه ظن في ربنا سبحانه وتعالى الضعف أو عدم القدرة. وبعد كده خدهم وراح بيهم على العالم فاستأذنوا عليه، فلما دخلوا لقوه قاعد مع أصحابه بيضحك ويهرج ويهزر، فقالوا له احنا عندنا سؤال. فقال اسأله. قالوا يا فلان هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال نعم. فقالوا له وكيف ذلك؟ قال يقول كن فيكون. لو أراد أنه يجمع الدنيا دي كلها جوه بيضة هيقول لها كن فيكون، خلاص الموضوع بيخلص في ساعتها. المستحيل عندك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى لا شيء. فنظر إبليس إلى أعوانه وقال لهم هذا في ضحكه أشد علي من هذا في صلاته. اللي عارف ربنا كويس أشد على إبليس من أي حد. اللي عارف أن ربنا سبحانه وتعالى يقدر على المعجزات اللي هي بالنسبة له مش معجزات أصلا، تعجزك أنت ما تعجزهوش هو. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء أو ذكر ويقول لنا أن الذكر ده بيفرج الهم أو يرفع الكرب أو يزود الرزق أو يسد الدين، لازم تنظر لنظرة العالم عن ربنا سبحانه وتعالى أن الله يقدر، مش عشان أنت تعجز ربنا يعجز. والله العظيم شفنا بعينينا في الدنيا هنا هو كده قدامنا ناس نعرف صاحب مرضه مستحيل يروح، يلجأ لربنا يشفى على طول. وواحد صاحب دين الدين بتاعه مستحيل يترد فربنا وفقه ويرده في ميعاد. وواحدة كل الناس تحلف مستحيل تتجوز فتتجوز، وواحدة مستحيل تخلف فتخلف. مفيش عند ربنا مستحيل، بس أنت تبقى عندك الثقة واليقين. السلام عليكم ورحمة الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هل الإنسان إذا تاب تذهب جميع سيئاته أو ليس الأمر كذلك؟ لابد أن نعلم أن السيئات نوعان. النوع الأول ما كان بين العبد وبين الله، النوع الثاني ما كان بين العبد وبين باقي العباد. الله تبارك وتعالى بين أن من تاب إليه سبحانه وتعالى فإنه يتوب عليه سبحانه وتعالى، فإنه يتوب إلى الله متابة، يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالله تبارك وتعالى أعلن أنه يتوب عليهم. لكن حقوق العباد قال أن لا تسقط حقوق العباد. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، ولكن يكون ظلم هذا وضرب هذا وأخذ حق هذا وشتم هذا، فيأتي هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. حقوق العباد لا تسقط حتى لو دخل الجنة. قبل دخول الجنة هناك مكان يقال له القنطرة، لا يتجاوز الإنسان هذه القنطرة حتى يقتص للمسلم من المسلم. هؤلاء جاوزوا الصراط، هؤلاء سيدخلون الجنة، ولكن لا تسقط حقوق الناس حتى يقتص لهم في هذا المكان في القنطرة. فحقوق العباد لا تسقط. لا نتساهل في هذا، نقول تبنا إلى الله. إن كنت سرقت مالا تعيده إلى صاحبه، إن كنت سببته تستغفر له وتستأذن منه وتطلب منه السمع، إن كنت اغتبته. كل حقوق العباد لا تسقط حتى يسقطها العباد. وإذا قال أهل العلم عن المقتول مثلا أن القاتل إذا قتل أحدا فإنه يكون في ذمته ثلاثة حقوق: حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء المقتول.